كبرت يتيمة وحتى واحد ما عقل عليا، وكيف ما كيقول المثل المغربي: إلا مات البو توسد الركبة، وإلا ماتت الأم توسد العتبة. وهنا انطبق عليا المثل في أني نتوسد ركبة أمي الله يحفظها ليا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكيف العادة نبداو حكايتنا باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نسرين، ملي كانت في عمري 5 سنين توفى الأب ديالي، وكنت أنا هي البنت الوحيدة عند والديا. ومن النهار الأول اللي ودعنا فيه السند والأمان، وقفوا علينا العمام والعمات وحتى الجد والجدة، بغاو حقهم في الورث اللي خلى الوالد ديالي، رغم أنه كان مخلي لنا غير الدار اللي ساكنين فيها، وكان فيها غير السفلي. فبعد الطليب والرغيب لا من ماما وعائلة ماما وحتى الجيران أنهم يسمحوا لنا في حقهم، ولكن ما حنوش فينا، وبقاو مصرين على أنهم ياخدوا حقهم. وداكشي اللي كان، اضطرت ماما تبيع حقنا ليهم وخرجنا كرينا. ومن وراها خرجت ماما لتمارة، وعشنا وشفنا ايام كنا الا تغدينا ما نتعشاوش، والا تعشينا ما نفطروش. حتى العائله اللي توقف معانا كلشي عطانا بظهرو، ومسكينه ماما ما خلات فاش خدمات، واخر حاجه استقرت فيها هي الميناج في السبيطار، من بعد ما عاوناتها واحد خالتي كانت خدامه تما. ودازت الايام وحنا من دار لدار، حيت غير كيعرفونا بوحدنا ما كيقيلوناش. وهنا فين كنشوفوا وجه اخر للمجتمع ديالنا، اللي ما كيرحمش المطلقه والارمله اللي بوليداتهم. واخر دار لقينا فيها الامان كانت ديال واحد السيده كبيره في العمر، وكانت ارمله حتى هي، وولادها كبروا كل واحد دار مستقبله، وبقات هي كتكري دارها باش تونس شويه وما تحسش براسها بوحدها. وهنا فين تلاقينا بامي فاطمه، وكانت بمثابه الجده ديالي. فاش كانت ماما كتمشي تخدم كنت كنبقى معاها، مونساها وهي مونساني. ودازت السنين وكملت قرايتي، ولكن ما جابش الله في الخدمه، وعييت من الشوماج. وفي اخر المطاف اتجهت للتجاره الالكترونيه، وجاب فيها الله الرباح، وبدات كتعطيني النتائج ديالها، رغم ان الناس باقي ما كيتيقوش، وفي نفس الوقت كيتخلاو على المنتوجات في اخر لحظه. وهذا الشيء من العراقيل اللي كاينين في هذه الخدمه، ولكن الا ما صبرتيش ما عندكش فين غتوصل. واستمريت في هذه الخدمه، وبديت كنوفر مصروف كيقدنا للشهر، الشيء اللي شجعني نخلي ماما توقف على خدمتها وانا اللي نتكلف بالمصروف. واستمرت الايام هكا، مره رابحين مره خاسرين، ولكن حمد لله على كل حال. وهاد السنين كامله حتى واحد في عائله بابا ما سول فينا ولا شاف اشخاصنا، ولكن كنا كنزطموا على قلبنا وكنمشيو نزوروا الجد والجده في سبيل الله. وما بغيش نقطع الرحم معاهم على قبل بابا اللي في قبره، وما غيكونش مرتاح بهاد القطيعه. وواحد النهار كيف عادتنا مشينا لعندهم وحنا كنتعاودوا، دخلت وحده من عماتي قالت لي: يا نسرين، جابك الله، كنت بغيتك في واحد الموضوع. قلت لها: الله يسمعنا اخبار الخير. وهي ضحكت لي: ما كاين غير الخير الا بغيتي. قلت لها: مرحبا، شنو كاين؟ وهي تقول لي: عرفتي ديك صاحبتي سميره اللي كتمشي للامارات، راها خدمت خطابه، وإلا بغيتي راه كاين واحد الاماراتي بوك وحبه، الا بغيتي الزواج منه. هنا وقفت ماما وقالت لهم: يلا الله يعاونكم، انا بنتي راه ما كتباع ما كتشرى. ورجعنا للدار وفاتت شي ايام ونسينا كاع هذا الموضوع. ولكن اللي لاحظت ان ماما ولا كيضرها راسها بزاف، وانا نقترح عليها تمشي لطبيب مختص في جراحه المخ والاعصاب، حيت الالم كانت كتحس به وسط راسها، والم قوي ما بقاتش قادره تتحمله. ومشينا، ولكن تصدمنا من كلام الطبيب اللي قال لنا انها كتحتاج عمليه جراحيه مستعجله بسبب بوادر ديال شي جلطه دماغيه غتجيها، وكانت التكلفه ديالتها غاليه. ما خليت عند من مشيت باش يسلفني، وحتى واحد ما عتقني، وعطاوني بالظهر كيف النهار اللي مات فيه بابا. ولكن في الاخير فكرت ولقيت منين نجيب الفلوس، ومشيت عند عمتي بلا ما نقولها لماما، وقلت لها: انا موافقه نتزوج بالسيد اللي قلتي لي عليه، ولكن شرطي هما فلوس صداقي غادي يكونوا القد والقد، واللي هو مبلغ العمليه من طبيعه الحال. وهي تجاوبني: فين غيلقى محسن منك الزين والتباتة. انا وافقت، ولكن بحال دخلني الندم، وبغيت نتراجع، ولكن تفكرت حال ميمتي وما بغيتهاش تضيع ليا من بين يديا. وهي في هاد الوقيته وانا كنفكر كنسمع فيها كتهضر عليا مع صاحبتها وباغا تطير بالفرحه، وتمت جايه لعندي وضحكتها واصله لودنيها،
وبدات كتزغرت وتصلي الى النبي. تما عرفت انه عريس الغفله وافق على المهر اللي طلبت. ورجعت لدارنا والمشاعر ديالي ما مفهوماش، ما بين فرح وحزن وغضب وخيبه امل. تخربقت ودخلت مبدله. سولتني ماما وقلت لها بلي ما كاين والو وبلي راني دبرت على الفلوس من عند واحد السيده كنتعامل معاها في السلعه اللي كنبيع. ماما استغربت حيت المبلغ كبير وصعيب شي واحد يثيق ويسلفني، ولكن مسكينه مع المرض ما بقاتش حكرات. حدات دعات معايا وحمدات الله وشكراتو على نعمته. ودازت الايام وعيطت لي عمتي باش ناخذ الفلوس هما الاولين، حيت هو مازال لي شي اجراءات خاص يديرهم عاد نديرو العقد. وداكشي اللي كان وخديت الفلوس ودازت العمليه ديال ماما في احسن حال وبدات كتعافى. ومن وراها بشهر جات عندنا عمتي للدار هي وصاحبتها. انا غير شفتهم بحال ضربني الضو، عرفتهم علاش جايين. غير دخلوا جريت ماما للبيت وشرحت ليها اللي كاين. مسكينه بكات وما بغاتنيش نلوح راسي. وحنا ما عارفينش حتى هاد العريس واش كبير ولا صغير، واش مزوج واش مطلق واش عنده وليدات. بصح غامرت، ولكن كلشي هون في سبيل صحه ماما. خرجنا لعندهم حنا باين فينا الاثر ديال البكا، ويمكن كاع سمعونا فاش كنا كنتناقشوا. وكيف جلست ماما قالت لها ورينا صورته وقولي لنا فاش خدام، راه اللي عطا الله عطاه. فلوس صداق راه حنا خسرناهم وما عندنا منين نرجعوهم. وهي تجاوب عمتي بلي خدام في الشركه ديالو وما مزوجش وعمره 32 عام، وهو بغى مغربيه حيت مو مغربيه. ووراتنا التصويره ديالو. فاش شفناه تفاجئنا، حيت بصح كان زوين وعنده القبول. وقلت المهم انه باقي صغير نقدر نتفاهم معاه ونكمل حياتي انا وياه. واخا عمري كنت كنقول غنتزوج بشي واحد من غير ولد بلادي. وجا يوم الخطبه وجاب الوالده ديالو اللي كانت مرا طيبه وحتى عائلتها، وحتى هو كان متخلق ومتدين. وهنا عرفت ان هادشي اللي جرى معايا ما هو الا عوض من الله لينا. انا وميمتي على صبرنا وكيفاح ماما وتمارتها اللي ضربت عليا وكانت كتوكلني غير الحلال. وتزوجنا وديت معايا ماما وما سخيناش بامي فاطمه، ولكن هذه هي الحياه. وعشنا مع راجلي وولينا بخير لا ماديا ولا معنويا. وداز عامين وولدت وليت سميتو على اسم بابا. وكانت هذه هي حكايتي، واخر كلامنا سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله.